الحبايب اللي موجودين معانا النهارده معاكم. انا كنت بعد ما النهارده الجمعه كده بعد ما خلصت نشر فوق وكده، وقمت نازل اهوت جيب المجشر، يعني ما فيش راحه دقيقه حتى. وغير كده كمان يعني انا اللي على الكنيسه برضه وهعمل كل حاجه باذنك انت يا رب، ان شاء الله ربنا يديني الصحه. يعني ايه، لما باجي اول يوم الجمعه مش بقعد كده يا جماعه، ما بحبش القعده خالص. انا بحب ان انا اشتغل. وغير كده كمان الشغل حلو كده، ايه، نشاطه وحيوية وحلو للشخص او حلو للبني ادم. يعني الكسل معنى اصح، او الواحد قاعد من غير شغل بتعب او بهبط او مش عارف ايه كده. يعني لازم وانت قاعد كده ايه، ما تقعدش مثلا ساكت في البيت او كده، لازم تلهي نفسك في حاجه، يعني ايه، زي رياضه كده. انا اليوم بقى المجشه هي، وغير كده كمان هكنس الشقه ديت يا جماعه. وايه ان شاء الله كده هنخلص على السريع في اسرع وقت. وغير كده كمان يعني ايه، لسه قدامي برضك السن جوه والحاجات دي كده، يعني بننظف فرد الحاجه. الكراسي لازم يا جماعه يكون على السريع كده. وبعد وبعد ما تخلص كناس كده وتظبط دنيتك، تقوم جايب بقى جردل الماء النظيف وبتاعت البلاط. انت بتنشف بقى وبتغسل بقى كل حاجه. وغير كده تجيب المعطر وتجيب بقى حاجاتك المستلزمه كده للبلاط. وغير كده كمان مش ينفع ان انت مثلا تمسح وانت لابس اي حاجه في رجلك عشان مش هتزحلقك. لازم تكون خلع الكرش او الشبشب اللي انت شغال بيه. دي قبل الغسيل طبعا. انا بكنس يا جماعه، يعني ايه الكراسي بتاعي، يعني بسم الله ما شاء الله حاجه نظافه يعني من الاخر. ان شاء الله يعني هنخلص ده كله النهارده كده في اسرع وقت يعني. ال- العفار كتير قوي يا جماعه، العفار كتير قوي. العفار بالصراحه ده يعني حاجه، شوف، كل حاجه موجوده. بتنام كده في ركن او حاجه كده عشان تخلص دنيتك كده وتكون ايه، جايب بقى كده المطبخ خلص اهوت. لسه بقى تكملة الشقة وكده، احنا باخد بس كده ايه اول حاجة معاك وبظبط الدنيا لسه. ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتكون عدت احلى من اللي عدت بكتير. ويا ريت يا جماعة النصيحة مني لكم، برجع برضه اقول لكم نصيحة مني لكم، كل واحد يعمل له صفحة على اليوتيوب. ناس كتير جامدة وناس كتير وصلت. ما تعتمدش على حد وما تقولش لاي حد خد فعل القناه، علشان في ناس نصابين كتير جدا. انت تشتغل بنفسك، وغير كده ربنا هيرضيك فيها. ما ترميش نفسك على حد يقول لك مثلا كلمه مش لها صنف اللازمه، لا. وبعدين اكتريه الحبايب اللي بتكتب لي على التيك توك او على اليوتيوب، لو عايزين مثلا يسجلوا اي صفحه او كده، تجيبوا معاكم البطاقه الشخصيه والرقم الباسورد هكتبه لك برضك على تحتفظ بيه. دي زي الفيسبوك كده، باسورد وحاجاتك خاصة كده محدش يخش عليها ولا يشوفها. وما تديش لأي حد تليفونك عشان ما يعملش لك ليس مخصص للأطفال، لا. نعم، ليس مخصص للأطفال دي مش عايزها خالص، يعني ايه، ما تخليش أي حد يلعب في جهازك يعني. وغير كده كمان سيب التفعيلات بتاعت التعليقات شغالة. والإعلانات مش محدش يقول لك مثلا هات لي فلوس أعمل لك إعلان، لا. الإعلان بينزل من نفسه يا جماعة. الإعلان بينزل من نفسه. يعني وأنا كنت بلعب ببجي، آه، جيت رفعت المشهد على اليوتيوب، جاب إعلان. أنا ما دفعتش فلوس لحد في إعلانات ولا الكلام ده، لا. اسم كل هاتف شغل نصب. إذا لو كان مثلا واحد عنده ضمير كده وعارف الإسلام كويس، تديله مثلا المبلغ اللي هو عايزه، بس يفعلها لك معنى تفعيل، يعني مش اللي هو ياخد مثلا المبلغ ويحطه في جيبه وخلاص، يعمل حاجه انا عمل امكانياتك ما انا عملت لك اللازم كله، لا. انت المسؤول عن نفسك.
قالوا أهل زمان ذو الأصل الطيب حتى لو في عداوته خبيث، وقليل الأصل حتى لو في عداوته شريف. احذر العقرب الذي لا تدغك في يوم من الأيام، وأنه يغير الزمان لا يصبح حمامة سلام. احنا مش مغفلين والله، احنا كنا بنعدي بمزاجنا علشان كده باجيين عليكم. لما تيجوا تاكلوا في لحم بعض، لما تيجي تاكلوا في لحم بعض ما تنسوش تحطوا شوية ملح من اللي كان ما بينكم. أكتر ناس الواحد كان يعمل لهم ألف خطر وألف حساب، الناس اللي دخلت جوا قلب الإنسان وأمنهم على حاجات كتير وفي الآخر خانوه. في الآخر خانوه. ما تقولش الصحاب أولى، كتير من الصحاب باع. صاحبك معاك طلت وانت جيبك متعمر وياك، هتقول ايه ولا ايه بس طيب. السمك في البحر بيعرف يعوم بس على الميزان كل نوع وله سعر. القلوب كلها شالت لما الصراحة بدأت تتقال. الدنيا بنت لذينة يا عم، الدنيا خدت مننا كتير، واحنا الدنيا مش لينا. الدنيا لها ناس وناس يا عم الحاج، الدنيا لها ناس وناس. اوزن يا ولا عقلك على الميزان، ما تقولش الصحاب خان. اما بجد عجيبة زمان، اما بجد عجيبة زمان. دي طبعا بقت خلصت المطبخ اهوت وروقت لكم الدنيا. لسه بقت السينما لسه كذا اوضه يا جماعه. الحبايب اللي بتشوفنا بقت انا طالع بقت للسينما اهوت علشان اجيبها كده من فوق وننزل المغسله يا جماعه. تنظيف ونظافه وحاجات من دي الاول بقى. الحبايب اللي موجودين معانا، يلا نتابع كده مع بعض الفيديو ونتابع الصفحه كده مع بعض ونعمل اشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ده السلم كده يعني ايه. انا كنت كنسل قبل كده يا جماعه بس حبيت اعيد لكم عليه قدام الكاميرا وكده يعني. يا ريت اللي بيشوفنا بقى ما ينساش تفعيل القناه وتفعيل الجرس. سلام.